اليوم انا يا عيال جيت ما ابغى اتمرن تمرين واحد فقط يعني، او لا ما هو تمرين واحد، شوف الدبان. خلونا نقول بتمرن بمرن اليمين، جاي خصيصا علشان امرن اليمين. شفتم في التمارين اللي قبل مرنت اليسار وكانت امورها طيبه، ف50 كوره ضربت، يعني شت 50 كوره، فكان مره ممتاز. الان جاء دور اليمين، لازم اطورها، لازم اشتغل عليها برضو. السلام وسلم يا احلى الملعب يا جماعه الخير. يوم يكون فاضي مره ممتاز، تقدر تشتغل براحتك يعني، فهمت، تاخذ الملعب كامل، جري من الجول للجول. بس اليوم راح مثل ما انتم شايفين راح استغل الفرصه، راح امرن اليمين. امس وقبل امس تمرنت كلها باليسار، كلها باليسار. اليوم راح امرن اليمين وبشوف مستوى اليمين، لازم ضروري يعني، ما هو كل شيء باليسار 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 كذا، انا راح اصير سيء السيئين. فلازم اطور لازم اطور عند اليمين. تمام تمام. بس بالله كيف المقاطع حق كرة القدم عامة يعني، هل هي كويسة ولا لا؟ لا، المحتوى هذا انا احبه عن نفسي، في الاول والاخير انا مستفيد، واللي يبغى يستفيد برضه في نفس الوقت، يشوف تمارين او انه اي شيء. فالمهم انها فيه فائده، المساله فيها فائده، فخلينا نطبق التمرين على طول. اذا اول مره تظهر لك قناتي طبعا لا تنسى الاشتراك. تمام. للأمانة كادت رجلي أن تنعطب يا جماعة الخير.
آه، احس بدات الضامه عندي يعني ارهاق في اليمين بسبب اني سددت كم كوره، واليمين كاملها ما تسدد، يعني دائما هي ارتكاز كارتكاز لليسار، فهمت؟ مثل ما يقول خلينا نقول الداعمه تدعم دائما اليسار. فما اجربها بكثره اليوم بما اني قررت اشوط 50 كوره. هل انا ايأس هنا واوقف؟ لا يا حبيبي، لا، في تكمله، بنكمل وبنشوف تمرين. بنتقل للتمرين الثاني واشتغل فيه. ابدا ما راح نوقف، طبعا راح ننتقل للتمرين الثاني. صح انه في تعب، بدا الارهاق في القدم اليوم، لاني ما سدد بها كثير ولا شت بها كثير، ولكن مع اني شت بها يمكن حول 6 كور فقط يعني، ولكن بما انها دائما القدم الداعمه، علشان كذا حسيت بارهاق فيها. يعني الضامه ما هو ارهاق، اللي حسيت الضامه فهمت بتضرب، اذا ضربت الضامه الله يعينك. يبغى لك تمارين ووقفه لين ترجع، ولكن انا بحاول اهدي عليها شويه. ولكن بنتقل للتمرين الثاني، نفس التمرين حق اليسار. تعود على اليسار يا جماعه الخير، شد باليسار وتعود على اليسار. هذا التمرين دائما لليسار. برافو 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 برافو، هذا هو المطلوب. احاول اجرب مروحه مره واحده، تمام. حكم القدم اليسرى اليمنى الأمانة سيئة، كانت بتعطبني مرتين بسبب التحكم بها غلط. برافو برافو برافو، بدأت أنجز. يعني الضربة الأخيرة هذه حسيت رجلي بتنخلع والله، مفصل حق الركبة حسيت بينخلع والله. شوطة غلط، صح إني جبتها بس الشوطة غلط. جبتها، حاولت اخلي يدي بطريقتها كذا، فهمت؟ يوم اجي اضرب باليسار حاولت اركز على يدي فقط، وفعلا قدرت اجيبها. والله يا جماعة الخير يعني اني مبسوط، قاعد انجز، متخيل اني قاعد انجز باليمين مثل ما تشوفوا، قاعد انجز اقسم بالله. بس الضربة الأخيرة كنت حسيت رجلي بتنفصل للأمانة، لكن اخذ لي ارتاح شوية لاني مع التسديد ما ارتحت ابدا، بشرب موية
وبرجع أكمل. بس نصيحتي لك يعني الشيء اللي أفادني للأمانة، أوكي كذا أحسن. الشيء اللي فادني للأمانة يا جماعة الخير إن التكنيك حق اليد. بعد ما جربت أرفع يدي زي كذا تمام وأشوت، علشان الشوت تكون صحيحة، مثل ما أرفع يدي في اليسار يوم أشوت باليسار، أرفع يدي اليسار وأشوت باليمين علشان تعطي باور، وخلنا نقول شوية تركز أكثر يوم تشوت. ففعلا كان ما في باور، ما كان قوة زخم، ما أحس بضربة يعني في الكورة، فهمت رجلي ما أحس إنه في قوة زخم. فيوم رفعت يدي بدأت أحس في قوة زخم، يضرب الكورة، التكنيك بدأ يركب شوية زين في اليمين. فبستمر. شوف هذا يوم واحد يعني، وفي أقل من 50 كورة قدرت إني خلنا نقول إنه شوية رفعنا اليمين، شوية رفعناها صح، وراها مشوار كثير، ولكن والله مع التمارين، مع كثرة التمارين تلقائيا تخلي تحفر في بالك انه خلاص يعني يصير تلقائي تحفظ المهارة، تكنيك التسديد، مثل ما تشوت باليسار، مثل اي شيء تبغى تتعلمه. انا اول ما تعلمت مثلا ماوس كيبورد، تجي بتكتب بدون ما تشوف، هل تجي لها على طول بتشوف تلعب بتشتغل؟ لا، لازم تتعلم يوم يومين 3 ايام 4 ايام شهر شهرين، بعدين تتقنه، بعدين تحس كل شيء ايزي. فكرة القدم تسديد مهارة نفس الشيء، كثرة التمارين هي اللي راح توصلك للمستوى اللي انت تبغاه، وتوصلك من افضل من اللي انت تبغاه اساسا. نصيحتي لك حاول تطبق التكنيك، تحاول تجرب اكثر من مره، تشوت اكثر من مره لين تنجح، لين يبدا تشوف التكنيك فعلا ناجح. واذا قد وصلت هنا ما قد حطيت لايك، ليش ما تحط لايك؟ واذا انت جديد على القناه طبعا اشترك تمام، وبسم الله خلونا ننتقل للتمرين الثالث. التمرين الثالث راح اخليه باليسار تمام، باليسار لاني احط 4 أقمعة تمام، 4 أقمعة بعيد، واحاول انزل الكره فيها تمام، لونج باص مثلا، احاول انزل الكره فيها، بشوف كم اقدر اجيب. هذه باليسار للامانه، خلاص دخلنا اليسار فيها اليوم. ولا اقول لهم كنسل خلاص، كنسلت بما اني اتفقت اليوم يمين، فراح اخليها يمين باذن الله. تسديد كرات ثابته الان تمام، تسديد كرات ثابته، بحاول اني اخلي التكنيك يضبط معي اكثر فاكثر. ايش الغباء اللي قاعد اسويه الى الان وانا مستمر فيه؟ طبعا الارتكاز، تركيز في اليمين، ماني عارف اركز، ماني عارف حركه يدي وين، ماني عارف احط اليسار كارتكاز. بس هذا بسبب انه يعني حتى ما تقدر تشوت الكرة بدقة، يعني فهمت، في المرمى تشوتها عشوائي، فيحتاج كثرة التمرين علشان ابدا اخلي اليسار ارتكاز. ورفعت اليد برضو عندي مع الشوطة، فهمت؟ هوب لازم هوب، مثل ما انا اعرف باليسار هذا ارفع، انا ما ارفع اليمين ابدا، ما اسوي كذا واشوت كذا. فهذا احد الاسباب اللي الى الان انا عارف خطأي طبعا، بس تلقائيا وقت ما يكون في مثلا دافع تسحبه تجي بتشوت، ما تقدر ترفع يدك وتركز وذا تجمع 3 سوا الا مع التمرين، حيث انه يكون تلقائي تسوي الحركه. لازم تتدرب علشان تصير تسوي الحركه تلقائيا، خلاص مرسخه في الذهن. فراح استمر وبشوف هل اتقنها اليوم ولا لا. ما في مشكله، اذا ما اتقنتها اليوم راح استمر لين اتقنها. نريح شويه يا جماعه الخير. التمارين ملعب جميل للامانه، وهو ما في احد طبعا، ولكن في خزان مويه بروح اغسل وجهي واريح شويه عشان لا تنعطف اليمين بالمره، لان احس بدت فيها الضامه كذا، فهمتوا؟ لانها ما تتمرن ما تشوت. فنريح شويه ونرجع. ورايكم عن التمارين وطريقه المقاطع الجديده حق كره القدم. طبعا محتوى القدم راح يكون كره قدم اكيد يعني. جزاه الله خير يا عيال الشخص اللي حط هذا الخزان، فعل خير طبعا للمصلى. في مصلى في الملعب، فيكون في كون ما في خزان، فواحد جاء تجمل وحط خزان للمويه، جزاه الله خير. ولكن بما ان الملعب عام فانتبه انك تصرف في الماء يعني تمام. ما هو للتغسيل، اذا بتصلي، اذا بتغسل، تخاف زي كذا يعني، زي الان انا تمام مرهق او شيء زي كذا، ما انك تصرف في المويه وتلعبها ما ينفع الامانه تمام. بسم الله، خلينا ننطلق للتمرين الثالث. يا سلام، سلم الان كذا اموري جدا طيبه، وتحس ان اليوم مستمتع يا عيال، مستمتع بما تعنيه الكلمة والأبعد الحدود للأمانة. يوم تحس أنك تتقن تنجز شيء في حياتك في يوم، شيء أكثر من رائع للأمانة.
فهذا أحد الإنجازات الآن قاعد أقدمه. في نفس الوقت الأجواء قاعدة تساعدني، جدا مبسوط من هذا الشيء يعني. وبسم الله ننتقل للتمرين الثالث، ثم ننطلق للتمرين الثالث. يا جماعة الخير تسديد كرات ثابتة، 50 كرة لازم يا جماعة الخير. صاير في حياتي 50 كرة، هذا شيء أساسي يعني لازم. هذا اليمين يا جماعة الخير مستحيل، والله مستحيل. ثالث تمرين فقط يعني، وأول يوم. استمر وطور من نفسك، والله توصل يا جماعة الخير. والله المسألة يبغى لها تكرار واستمرار فقط يعني، وحفظ التقنية. لا صاير اجيبها بسهولة. شوفون نفسي، تشوفوني رايق وزي كذا، ولكن اقسم بالله اني مبسوط. ماني مصدق انها قاعده تقدم هذا المستوى اول يوم. حفظت التكنيك بس، يدي رجلي مع موازيه الكوره، سدد بس. والله يا جماعه الخير اول ما كانت اقدر ارفعها احس التكنيك، الان احس بقوه زخم فعلا. يا عيال وصلتها المرحلة اني قاعد اركم فيها، خلاص انا هنا، خلاص انا اكتفي هنا، انا مبسوط. اليوم اسعد انسان انجزت هذا الانجاز اليوم، اقسم بالله اني مبسوط لابعد الحدود. خلاص كذا كافي. صح اني طيشت كور كثير وزي كذا، ولكن برضو سجلت كثير.